اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي هناك عرض من نادي الزمالك وهناك عرض من نادي اخر في الدوري المصري بنسبه كبيره. اشرف بن شرقي لن يستطيع العوده الى الدوري المصري غير بتضحيات كبيره. يعني ايه تضحيات كبيره؟ اشرف بن شرقي كان بياخد في الدوري القطري 3 مليون دولار وتم الاستغناء عنه فري. اداره الاهلي، اداره الزمالك الحاليه، وهي اداره ناجحه جدا 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 مع الكابتن حسين لبيب الحقيقه، ابتدوا يبيعوا فكره الزمالك وجمهوره وبطولاته. عايز الزمالك تحت امرك، عايز جمهوره تحت امرك، بس احنا مش هنروح للسقف ده عشان الدنيا ما تبص، عشان الاوضه ما تبص. فالنادي الزمالك مرحب بعوده بن شرقي وحاطط سقف. جاي ماشي، مش جاي يبقى الدور الجاي، خلاص مفيش اي مشكله. الامور بقت سهله. الزمالك اقتنع بعد الكونفدراليه، خلاص انا هاخد بطولات بالسيستم مش بلاعب. اللاعب في الاخر بيجي في اي وقت يجي له عرض يسيبني ويمشي. اذا الزمالك فتح الباب، مرحب بعوده بن شرقي، ولكن بسقف الزمالك، بشروط الزمالك. وهناك نادي اخر في الدوري المصري حاطط ارقام لبن شرقي. بن شرقي لو ضحى هيكون موجود في الدوري المصري، لو تمسك بالفلوس مستحيل ان هو يقدر يرجع الدوري المصري بالارقام دي. وتاني وتالت ورابع، بن شرقي زمالك غير بن شرقي اي حته. وبن شرقي هو موجود في الزمالك قصه مختلفه، وحطوا حضراتكم تحت القصه دي 150 خط. 150 خط. نضاي وسامسون بنسبه كبيره خارج بلان الزمالك في الفتره القادمه، واعتقد ان صبحي خلاص بيقترب من التوقيع لنادي الزمالك. نادي الزمالك ابتدى خلاص يحط سيستم مادي ولا عدد كبير جدا من اللاعبين بدون الدخول في تفاصيل زيزو زملكاوي، بدون الدخول في تفاصيل زيزو زملكاوي. واحيانا في بعض الناس يقول لك التفاصيل تهم الناس وفي تفاصيل ما تهمش الجمهور. في اللحظه دي الجمهور كل اللي عايز يسمعه زيزو فين؟ زيزو في الزمالك ومكمل في الزمالك، وزيزو زملكاوي. القصه خلصت ازاي؟ الزمالك خلص ازاي؟ في حاجات تعرف وتعلن وفي حاجات تعرف ولا تعلن. اذا المهم ان هي بشرى صار لجمهور نادي الزمالك ان زيزو. طب ما هو عادي وطبيعي. ايه المشكلة يعني في اللي بيتقال ده او في اللي بيحصل ده؟ ما هو ده العادي والطبيعي. انت مستني ايه من الاعلام المصري؟ انت مستني ايه من الاعلام المصري؟ اعلام طالع يتكلم عن عودة بن شرقي للدوري المصري، بسم الله ما شاء الله، حاجة تحفة يعني. وفي عرضين، واحد من الزمالك يا باشا والتاني من نادي اخر، مش هنقول بقى هو مين دلوقتي، انت فاهم، بس هو معروف هو مين يعني. هو النادي الاهلي بس احنا بنستعبط. والله احنا بنستعبط. هو معروف من مين بس احنا بنستعبط. هو من النادي الاهلي. يعني انت بتقول ايه؟ نادي الزمالك ونادي اخر، تمام. ومعروف طبعا القصه والحكايه ان انت تقصد النادي الاهلي، ولكن مش هنقولها. انت بقى مشاهد بقى، خمن وشوف انت بقى يا جدعان في ايه. احنا عايزين بن شرقي هنجيبه والله بكل سهوله. هو اساسا بن شرقي ما يطولش ان هو يعني، هو يطول ان هو يلعب في النادي الاهلي. صباح الفل.